السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد من ايامنا بقى في البحرين واخر يوم. عايزة اقول لكم هنا طبعا احنا كنا صاحيين بدري، كانت تقريبا حوالي الساعة 9. تمام. طلبنا بس الفطار في الغرفة، يعني مش هننزل وكده، بحيث ان احنا نفطر ونلم حاجتنا يعني. ونمشي بقى خلاص كده، رايحين نستلم بقى التأشيرات وكده والجوازات بتاعتنا، وان شاء الله نتوكل على الله بقى نوصل بالسلامة على البحرين. سوري، على في دماغي البحرين. سوري على الغلط. متجهين بقى كده على ان شاء الله على السعودية. سوري يعني انا مش عارفة، مش مركزة شوية. في السعودية وكده. هنتجه ان شاء الله كده على الطريق للمول اللي فيه مكتب تسهيل. ناخد التأشيرات بقى، ناخد الجوازات السفر ونطبع التأشيرات. تمام. التأشيرات بتبقى مطبوعة، مش مكتوب، مش على الجواز، ما بتكونش جوه الجواز. السفر بتكون مطبوعة الكترونيا. تمام. هوريها لكم برضو، هوريكم يعني شكلها هيبقى شكلها عامل ازاي وكده. بس عايزه اقول لكم يعني احنا على قد ما كنا زعلانين ان احنا اتاخرنا يعني وكده، والتاشيرات خدت وقت ومجهود وطاقه وكده، وطبعا اجازه بقى من الدوام وكده، فكان الموضوع صعب علينا شويه. بصوا بقى المدينه حلوه قوي يعني. المنامه حلوه جدا جدا جدا. هي البحرين حلوه اصلا، هي بلد صغيره بس حلوه جدا ومريحه جدا جدا. عايزه اقول لكم ما كناش عايزين نمشي. بلد هاديه، بلد نظيفه جدا، بلد سياحيه. جوها حلو مش وحش. الحراره يعني العاديه. تمام. وان شاء الله نبقى نرجع تاني يعني ان شاء الله كده. بلد حلوه قوي وسياحيه جدا وحلوه. مريحه حتى. الناس مريحه فيها، وكل واحد في حاله يعني، كل واحد مهتم بنفسه بتفاصيله هو بس. تمام. السيتي سنتر ده هو المكان اللي فيه مكتب تسهيل. احنا بس هنلف، هندخل هناخد يوتيرن كده وهندخل على المول. تمام. بس كده. انا بقى بحب اصور الطريق وكده. طبعا البلد حلوه ونضيفه قوي، فعشان كده والبحر كمان والمباني وكده والخضره والحاجات دي انا بحبها. ف صورت فاهمين. بس كده. اليوم ده كان اخر يوم لينا في البحرين، يا دوبك خدنا التأشيرات والجوازات وكل حاجه، وتوكلنا على الله على السعوديه. الدمام وكده، دخلنا الدمام الاول وبعدين على الرياض. تمام. بس كده انا بجيب لكم التفاصيل يعني، بحب احكي لكم التفاصيل عشان خاطر اللي حابب يسأل في اي حاجه يلاقي يعني اجوبة اسئلته في الفيديو نفسه. اكون قدرت افيدكم واوصل لكم المعلومه. وغير كده كمان اللي حابب يسأل على اي تفاصيل تانية انا مقلتهاش او مقلتهاش، ممكن يسألني عادي في الكومنتات وانا بجاوب، مفيش مشكله. غير كده كمان انا بحاول اقول اي اجابه على اي سؤال ممكن يجي في بالك. تمام. بس كده. احنا كده داخلين هنركب على تسهيل. بس احنا كنا اليوم ده مطمنين لان هما كانوا بيقولوا لنا اخر يوم خلاص هيبقى يوم التلات اللي احنا رحنا فيه ده. يعني خلاص مفيش اي عطل تاني او اي مشاكل تاني او كده. تمام. احنا خدنا طبعا مكتب تسهيل ده. المكتب ده مكان تاني في المول بيطبع التأشيرات. تمام. هوريها لكم. التأشيرات بتبقى على ورقة كده، مش بتبقى في الجواز زي ما انا ما قلت لكم. تمام. ده المكان دوت. طبعا هما بيقولوا لك اهي التأشيرات اللي في الورقة دي. طبعا 3 تأشيرات بس. طبعا مش هينفع اجيب التفاصيل عشان خاطر اسامينا وكده. هي دي التأشيرات بتكون على
ورق خارجي مش جوه الجواز، فاهمين؟ بس كده خدنا بقى جولة في المول وقعدنا نلف شوية في المول وكده وبعدين روحنا يعني ما طولناش يعني فيه، لان كنا طبعا الطريق وكده كنا صاحيين بدري، فقلنا يعني نروح بدري على الاساس ان نرتاح شوية ونشوف مثلا بيتنا وحياتنا وكده. طبعا بقى لنا اسبوع غايبين عن البيت وكده، ف وكمان تعب مجهود علينا، والسفر 4 ساعات كمان دوت بالسيارة صعب قوي، خصوصا كمان معاكي اطفال، الطريق، كل حاجة يعني انتوا فاهمين اكيد. تمام. دي تأشيرة بنوتي تالا. تمام بس كده. المهم يعني فالولاد كانوا يعني ايه بيلعبوا كده، بيجروا ورا باباهم وكده. المول هادي قوي، هو لسه طبعا عشان احنا بالنهار وبدري، فطبعا ما فيش حد كتير وهادي، مش زحمة. غالبا بالليل بيكون زحمة اكتر يعني. تمام بس كده. هنا اديت لزوجي الاوراق عشان يشيلها طبعا وكده. بس هنا بقى ايه اخدنا الطريق على طول على خلاص كده خرجنا من البحرين. دي بوابة البحرين. طبعا انا مش بقدر اصور كل التفاصيل عشان خاطر الحاجات دي ما بتتصورش، ممنوع التصوير. تمام. بس كده طبعا ممنوع ان انا اجيب اي ضابط او اي حاجة خالص خالص. تمام. هما ممنوع نهائي، يعني ما تروحيش وشه كده تصوري، هيقولك الفيديو او ممكن يعملك مشكلة او حاجة في الطريق، فبلاش احسن يعني تكوني منزلة التليفون، فاهمين؟ هنا خلاص عدينا الحدود، طلعنا على جسر الملك فهد. الجسر ده طبعا ما بين البحرين والسعودية، رابط ما بينهم يعني وكده، حوالينا البحر كده زي ما انتوا شايفين المناظر الجميلة دي الطبيعية الحلوة المريحة للأعصاب، فاهمين؟ بس كده طبعا دخلنا على الحدود السعودية. تمام. عايزة اقول لكم حاجة، ان احنا دخلنا بصمنا في السعودية، دخلنا مكان كده خدوا بصمة وجوهنا وايدينا. تمام. عشان التأشيرات، ويتأكدوا من التأشيرات المظبوطة، وان احنا دخلنا البلد، خرجنا يوم كذا ودخلنا يوم كذا، كل ده بيبان عندهم على السيستم الكمبيوتر. تمام. اللي قدامهم، فاهمين؟ بس هي دي كل الفكرة. تمام. بس كده. هنا بقى هنقف شوية، كنا واقفين بقى كده عشان خلاص دخلنا بصمنا وكده، ورجعنا انا والولاد بنخش مكان كده بنبصم فيه. تمام. طريقة توتي مية صغنون. المية دي يا جماعة مجانا، مش بفلوس. تمام. مش بفلوس. شفت الرطوبة يعني؟ الرطوبة. حط لهم مناديل كمان في الشارع. عشان الرطوبة، الجو حر وهم بيشغلين في الشارع. احنا راكبين عربية. عبودة بياكل بطاطس. هنديلك انت هنا؟ ليه يا عمي شوية؟ هنطلع دلوقتي دخلنا الدمام اهو. برنيس طبعا احلى حاجة في الشارع، برنيس. بعدين تدخلوا الحمام تدخليهم يغسلوا ايديهم. اوكي. اي شوكليت تركي. اي شوكليت تركي. تشيكن تركي بالقهوة هنا تركي. لا بس بقى يا بنات دخلنا بقى خلاص الدمام. احنا كده خلاص بقى واخدين طريقنا، وطبعا الحياة ما تحلاش من غير اي مشروب من برنيس. انا بحب اللي متابعني يعني على الانستجرام وعلى الفيسبوك هيعرف ان انا بحب القهوة جدا. تمام. بس هنا بقى كنا مبسوطين وبنغني طبعا
كان مزاجي حلو شوية، فكنا بنغني في الطريق وكده. يعني ربنا يبسطكم جميعا يا رب ويفرحكم. كنت مبسوطة طبعا عشان خاطر خلاص بقى خدنا التأشيرات وكده، وهنروح بيتنا وهنعيش حياتنا عادي وتمام بقى كده، مفيش مشاكل الحمد لله في الورق او في حاجة. بس كده يا بنات، زي ما قلت لكم يا رب اكون فدتكم في الفيديو. واي سؤال، اي استفسار، اي حاجة ممكن تخطر على بال اي حد زي كده، عايز يجدد زيارته، عايز يعمل ورق من خلال البحرين او كده، يبعتلي او يكتب لي اي كومنت، فانا هرد عليه عادي. ويا رب اكون فدتكم في الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في ايامنا بقى، اليوم الروتين بتاعنا العادي. وباي باي في فيديو جديد.